بهذه القصة مرت بي في سنة من السنين بسبب الدعاء. اتصل علي رجل الساعة تقريبا 1 في الليل وقال: يا شيخ ياسر، أنا جايك من القصيم أنا وزوجتي. كلام تقريبا قبل 15 سنة. قال: يا شيخ ياسر، أنا جايك من القصيم أنا وزوجتي. قلت: عسى خير. قال: لنا 7 سنوات، لنا 7 سنوات ما تركنا مستشفى، التحاليل وأمورنا كلها سليمة ولله الحمد لله، ولكن يا شيخ ما رزقنا الولد. قلت: أخي الغالي، غلطان، ما هو أنا الذي يرزق الولد، الذي يرزق الولد هو الله جل جلاله. قال: أدري يا شيخ، بس أبغاك تقرأ علينا ولا تعطينا برنامج. قلت له: أنا موقف رقية. مع الكلام كذا قال: تكفى، ما جايين تقريبا فوق 400 كيلو و 350 كيلو، جايين علشانك، تكفى، تعال بس قابلنا. مع الإصرار، سألني بالله أن آتي، وأنا قلت له ما أقرأ. قال: تعال بس، يعني علق قلوبنا بالله كذا على الأقل حق المشوار. جيت، وصلت الساعة 2 بالليل في أحد الشقق في إشبيلية. لما قابلته فإذا بزوجته بحجابها الكامل، ما ترى منها شيء أبدا، ومعها مسبحة طويلة تقريبا لونها برتقالي أو أحمر، والرجل أمامي رجل عاقل. فبدأت أتكلم وأعطيهم البرنامج وهذه الأمور، ثم وصيتهم زي ما نوصي بعض: من يريد الرزق، من يريد الولد، من يريد الزوج، من يريد الزوجة، من يريد الأولاد، نقول أكثر من إيش؟ من الاستغفار. فقلت لهم: أكثر من الاستغفار، أقل شيء 1000. فانفعل الرجل، قال: والله يا شيخ، ها شو المسبحة في يدها وهذه الإلكترونية في يدي، إن نستغفر الله أكثر من 5000 مرة. قال: ولكننا ما رزقنا الولد. قلت: تعرف ليش؟ قال: ليش؟ قلت: لأنكم ما فهمتم المقصد من الاستغفار. نريد تدبر القرآن يا أحبة. كيف الله سبحانه وتعالى يقول: ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قلت: الله سبحانه وتعالى ما قال كذا. ما قال: فقلت استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا. لا، قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ليش قال إنه كان غفارا؟ المقصد من الاستغفار في الأصل أن نستغفر الله من الذنوب. عندنا في ذنوب نعلمها وفي ذنوب ما نعلمها، ما نعلمها. فهذه الذنوب هي الحائل بيننا وبين إجابة الدعاء، هي الحائل بيننا وبين ما بعد كلمة إنه كان غفارا. فحينما نستغفر الله من أجل أن يغفر الله لنا الذنوب، سوف يأتي ما بعدها: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لما خلصت والله إني أسمع زوجتي وهي تقول: ثم ذهبوا وذهبت. فهم المقصد. أسبوعين، هم 7 سنوات، في أسبوعين والله الذي لا إله إلا هو يتصل ويصارخ في التلفون ما عرفته. قلت: يا أخي ترى بقفل التلفون، هد ويصيح. ولما جاء بالاخير قال: يا شيخ، انا اللي جيتك ذاك اليوم وكذا. قلت: حياك الله. قال: ابشرك، زوجتي حملت في اسبوعين، لانهم فهموا المقصد من الاستغفار. افهم. يقول الله في الحديث القدسي: من اشغله ذكري عن مسألته اعطيته افضل ما اعطي السائلين.